الاخبار خفا زربا. اجوا تسمعوا شنو قال المحلل المغربي محمد الحجوي على المدربين المغربيين طارق سكيتيوي ومحمد وهبي. وقال محمد الحجوي كذلك بان محمد وهبي هو اللي غيدرب المنتخب المغربي. قالها تقريبا 10 ايام قبل ما يتم الاعلان على المدرب الجديد للمنتخب المغربي اللي هو محمد وهبي. ولكن محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي عنده اختبار في كأس العالم 2026. الى نجح في هذا الاختبار غادي يكمل مع المنتخب المغربي، واذا ما نجحش غادي يشوفوا مدرب اخر. هذا الشيء قالوا المحلل المغربي محمد حجوي. خليكم مع التصريح ديالو، ما تنساوش لايك وبارطاجيو هذا الفيديو. كاين واحد الاخبار كتقول بانه محمد وهبي هو اللي يكون خلفا للوالد الركراكي، حيت طارق السكيتيوي ما قبلش على انه ياخذ البروجي ديال الجامعه ويكون مقرون بنتيجه اللي هما حطوا في العقد في الشروط على انه يكون هذاك الشرط ديال انه تكون نتيجه مزيانه في كاس العالم اللي جاي، عاد تكون الاستمراريه. نفس الحاجه اللي دارت حتى مع والد الركراكي نهار اللي تقترح عليه المنتخب على انه تكون نتيجه مزيانه في كاس العالم ومن بعد تكون الاستمراريه. ومن بعد وهذيك الاستمراريه كتكون عندها علاقه حتى بالصالير ديالو، يعني تحقق لنا واحد الهدف ندوزو معك للشطر الثاني من الصالير ديالك من الراتب ديالك. ما يتحققش ذاك الهدف يمكن انه الريزيلي والكونطرا وتسالي. فهذه القضيه يمكن دارت حتى دابا على انه المدرب اللي ياخذ المنتخب طرحت عليه الفكره ديال انه مع المنتخب في كاس العالم ياخذ المنتخب ببروجي. الا مشى مزيان ودار شي حاجه مزيانه غادي يكمل، ما كانش شي حاجه مزيانه يقدر انه يتحيد وياخذوا مدرب جديد. طارق سكيتي والاخبار اللي كاينه خاصه فوت ميركاتو كتقول بانه في فوت ميركاتو كتقول بانه وهبي هو اللي قبل ياخذ المغامره ديال المنتخب المغربي بهذه الاهداف هادو نهضروا عليها. ولكن استبعد وانتم تقدروا تتفقوا معايا طارق سكيتي على انه ما يقبلش التحدي ديال انه الجامعه تقول ليه هاك المنتخب الا درتي شي حاجه في كاس العالم تكمل، ما درتي والو تحيد. اكثر واحد انا ما نتيقش بانه يرفض هذا التحدي هو طارق سكيتيوي، والدليل على ذلك هو الشيء اللي غادي نقول. اخر واحد انا نتقبل منه ونتيق انه ما يقبلش هذا التحدي هذا هو طارق سكيتيوي. طارق سكيتي جابوه حتى بقات شهر الالعاب الاولمبيه وقالوا لي هاك الالعاب الاولمبيه دخل الالعاب الاولمبيه، مشى دار واحد النتيجه عمرنا درناها في الكره. جابوه عاوتاني الكاس افريقيا للمحليين وكان هو عارف غادي يشد المنتخب المحلي في الشان، ولكن شنو كانوا حاطين ليه واحد القضيه ديال انه يخدم مع واحد اللاعبين اللي هما لاعبين من مواليد 2000 فما فوق. اللعابه اللي تحت من 2000 ما يكونوش في المنتخب، ولكن تبقى تقريبا 10 ايام وقالوا لي لا شوف بدل داك الشيء وقاد لنا فرقه اللي تمشي تجيب لنا كاس افريقيا المحليين. ما بقيناش مديرين داك الشرط ديال انك تخدم فقط بالمواليد ديال 2000 فما فوق. شنو دار قبل التحدي؟ مشى كيبريباري والبريباراسيون ديالو كان كيكملها في الماتشات اللي كانوا كيتلعبوا في تيران ديال الكاك في حلاله في قنيطره قبل التحدي، ومشى جاب كاس افريقيا المحليين. عاوتاني جابوه الكاس العرب عطاوه المنتخب مشى جاب كاس العرب. بمعنى انه اكثر مدرب بالمنطق تقول له هاك واحد المنتخب وتحدى الطبيعه وتحدى النتائج، واذا نجحتي هاك كمل، ما نجحتيش فما نكملوش البروجي، اكثر واحد يقبلها راه هو طارق سكيتيوي، بحكم انه عنده 3 ديال التجارب. ما يمكنش 3 ديال التجارب متابعه ما فيهم حتى شي فشل تقول بانه الرابعه اللي هي حلم ديال اي مدرب ما يقبلوش، مستحيل. ولو يكون عنده هذا الشيء هذا اللي قلنا دابا يكون فيه فشل ديال الالعاب الاولمبيه وكاس العرب والشان شي مره مثلا نفرض كان عنده فشل، راه كاس العالم راه غير باش يتواجد في بنك المنتخب المغربي في المونديال راه شي حاجه اللي كبيره. كاين مدربين في العالم كامل كيقلبوا عليها تزاد لهم في السيفي باش يكون في كاس العالم، فما بالك بمدرب اللي كاينه ثقه في المستوى ديالو في الطاقم ديالو في الصاف اللي معاه بالقياده ديالو والمساعده ديال يوسف حجي وبالناس اللي خدامين معاه، كاينه ثقه على انه مدرب اللي عنده تجارب مزيانه وماشي يمشي يزيد السيفي في المسيره ديالو كاس العالم، بل انه ممكن يكون مزيان ممكن. اما باش اننا نتيقوا بانه مدرب ما يقبلش على انه ياخذ التحدي والمغامره فصعيبه. ممكن انه الا اختارينا وهبي حتى هو دار خدمه كبيره مع المنتخب المغربي ديال الشباب
في كأس العالم خاصة، حتى هو مدرب محترم، بين واحد الخدمة كبيرة في كأس العالم للشباب، إلى جانب طاقم محترم اللي كان معاه، دار واحد الخدمة اللي كنا كنحلموا بها الحمد لله تحققات. فكمغربي الصراحة فخور على أنه بعد ملي نحيدوا مدرب مغربي اللي دار إنجاز وصافي الأخر ديالو قدر أنه يعطيه، اللي هو وصل الفينال ديال كأس أفريقيا، وما قادرش أنه يزيد وقدم وطلب الإقالة ديالو 2 ديال المرات اللي حسب الأخبار اللي واصلة بأنه الثانية هي اللي تقبلته حاليا، هو ما كاينش في المعسكر باش يوجد اللائحة ديال المباريات اللي جاية، وحاليا كيتواجد في فرنسا. فمزيانة، فخر لينا على أنه مدرب مغربي يجوا من موراه 2 ديال الأسماء مرشحين وبقوة هما مغاربة. أنا اللي كنتمنى هو المشروع اللي يدار ديال الجامعة، كنتمنى هذا الشيء هذا نفكروا شي شويه للمدى البعيد، وسوقوا لينا نتوما كتفكروا للمدى البعيد باش حنا ما نبقاوش بانين الامل ديالنا والمشروع ديالنا مرتبط مع كيفاش كتسوقوا لينا مدربات تعاقدوا معاه. راه حنا كنبنيو الطريقه كيفاش كتعاقدوا مع مدربين، هذيك الاهداف القصيره المدى حنا كنبنيو عليها كجمهور، كنوليو كنتوهموا بانه مثلا ملي كنقول وليد جبناه باش يدينا للكار اللي يتلعب في المغرب، بقينا كنسينوا الكار اللي يتلعب في المغرب ملي سالح